السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي في الله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وان شاء الله بأحسن صحة وبأحسن حال. وقبل ما نقول اي حاجة، لو مشغول لف وعاود وصلي معايا على الرسول عليه الصلاة والسلام. بصوا يا جماعة، انا قلت اعمل لكم فيديو كده خفيف، ولا طبيخ ولا روتين ولا قلت فيديو كده خفيف كده عشان الناس ما تملش مني، تنويع في نفس الوقت. ف زي بعضه يا جماعة، فيديوهاتنا زي ما قلت لكم على قد حالنا. فقلت اطلع لشوية الغلابة اللي عندي فوق اللي مربياهم واشوف. كنت عايزة اكنس السطح بس الشمس ما ساعدتنيش صراحة. بصوا يا جماعة، هوريكم منظر الشمس دلوقتي، بتفضل على السطح من الصبح لحد المغرب. والله العظيم اللي متابعني انا ما بسيبش السطح كده ابدا، وخصوصا ان هو معلش طيور كتير يعني فمش محتاجة. بس بصوا يا جماعة منظر الشمس صراحة، بصوا عامل ازاي. يعني انا كنت عاملة الحصيرة دي ضليلة للفرخ، اتكلت من الشمس ودابت كده. يلا ربنا يعدي الايام اللي بقى دي على خير يا رب. بقول لكم يا جماعة، اللي عندها النور والمية بيقطع زي عندنا، تقول لي والنبي في التعليقات احسن يكون عندنا احنا بس. احنا عندنا النور بيجي معاد محدد كل يوم من الساعة 6 للساعة 7 مساء. اللي المية عاد دي اللي مش عارفين لها حل، دي ما بتجيلناش نهائي نهائي. يعني ان جت في الدور الارضي تحت ما بتطلعش فوق نهائي، وان جت تحت يعني بتيجي الساعة 1 بالليل 12. احنا عايزين، انا عايزة اعرف يعني هي عندنا احنا بس ولا في بلاد برضو زينا كده؟ فبالله عليكم اللي عندها النور والمية زي حالتنا كده تقولي. بص يا جماعة منظر من الشمس والله والحر. بس والله العظيم المكنس تحتهم على طول، يعني عشان محدش يقول دي مش كده ولا كده. بس من الشمس والحر الواحد مش ما يستحمل. بص السطح عامل ازاي، وكمية التراب اللي عليه لا تحصى. صلوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وقولوا لي يا جماعة، ما تنسونيش في اللايك بالله عليكم والاشتراك. اللايك والاشتراك يا جماعة. حبايب قلبي جم يا جماعة من الشغل، الحمد لله على السلامة. فأرجو يعني كل اللي عندها، يعني اللي عينها حلوة ونحب الخير لبعض يا جماعة، ما تنسانيش في الاشتراك واللايك. بصوا العشة التانية بتاع الحمامات يا جماعة. بصوا انا اتخضيت صراحة، افتكرت الحمامية طارت، زي انا عندي معظم الحمام بتاعي طار يا جماعة صراحة. بصوا انا عزلت دول لوحديهم ليه؟ دول الاب والام الكبار العتاج يعني، اللي عندها طيور فاهمة كلمة عتيج يعني. دول يا جماعة عزلتهم لان الاستاذ ده ولاده لما ما يكبروا اما ياكل فيهم ما يحبهمش ياكلوا جنبيه. فانا عايزه اعرف هي غلط كده على الام لما معزوله لوحدها يعني، فهي زعلانه من ساعه ما عزلتها لوحدها. فيا جماعه اللي عندها طيور، انا يعني لما اتعامل مع الحاجه على حسب خبرتي محدوده يا جماعه في حكايه الطيور. فاللي عندها طيور تقول لي كده غلط ولا صح، ولا رجعها مكانها تاني. بصوا يا جماعه، انا لما اقول لكم من الاول انا فيديوهاتي يا جماعه على قد حالي. فأرجو إن ربنا يعني يخلي في فيديوهات البسيطة دي قبول عندكم. ما تنسونيش يا جماعة بالله عليكم في الاشتراك واللايك. بصوا يا جماعة كنت بوريكم يعني إن تحت، بصوا الشمس لسه ما نزلتش تحت في الشارع، ففي نسمة هوا. بصوا فوق عاملة ازاي، فوق البيوت عاملة ازاي. وربنا يعدي الأيام دي على خير يا جماعة. و والله ما عارفة أقول ايه.
يلا بعد العصر ان شاء الله نطلع كده نكنس السطح ده ونرشه رشة حلوة كده.